السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. مرحبا بكم في يوميات ام عبده للطيور المنزلية. انا زودت كلمة يوميات ام عبده قبل القناة ما تتفعل عشان خاطر يبقى لها رينج كده القناة. فدلوقتي الاسئلة اللي جايالي عن الرومي وتربية الرومي، عن الرومي وتربية الرومي. هتقولي لي تربية الرومي في السؤال اللي جاي لي، بتقولي انا جايبة الرومي دلوقتي وعايزة اعرف هو موسمه بيبيض امتى وكم مرة في السنة ونظام اكله ايه. هقولك يا حبيبتي، اول ما بتجيبي الرومي انت بتاكليه علف لمدة شهرين ونص بالظبط او 3 علف صافي. بعد العلف بعد ال3 شهور بندخل معاها عيش على العلف زي ما انتوا شايفين كده، عيش مفروك اهو، انا فرقاه على العلف اهو على العيش. فانت هتقولي لي ليه كده يا ام عبده؟ اقول لك عشان الرومي ما ياخدش على حجم معين ويبقى صغير قدام منك بس بيملى بيتقل، وبالنسبه ولو تقل وملى وهو صغير مش هيكبر معاكي ولا هيبيض معاكي. فانا بندخله بقى ايه؟ العلف على العيش شويه كده، قيمه 20 يوم ولا شهر بندخله الخضار، وبعد كده بنمنع العلف خالص وندخله خضار مع العيش مع بواقي اكل العيش. طيب للبيض يا ام عبده، هقولك الفراخ عندك لو كويسه وتبع الاكل بتاعك بتبيض من 2 ل4 مرات في السنه. تبع اكلك انت من 2 ل4 مرات في السنه. هتقولي لي ازاي؟ اقولك انت والايه والفراخ بتاعتك وانت والاكل بتاعك. اكلي خضار كتير، اكلي عيش، اكلي بواقي الاكل البيت عادي خالص بقى كبروا معاكي وعدى ال5 شهور، اكلي اللي انت عايزاه عشان بيبيض. بتقولي طبعا هو بيبيض من عمر قد ايه؟ قدامك من 8 شهور لحد 10 شهور، من 8 شهور او 7 شهور لحد 10 شهور الفراخ الرومي بترقد بتبيض عندك. خلاص، يبقى احنا كده انا جاوبتك على السؤال بتاعك وعلى الرومي وعلى تربية الرومي من اول يوم لحد ما يطلع ويكبر ويطلع عندك. طيب بالنسبة للبعض اللي بيقولوا الرومي المزارع ما بيرقدش، لا يا جماعة بيرقد والله. انا مرقداه عندي بسم الله الله اكبر، مرقداه عندي وبيطلع عندي، بس هو محتاج منك شويه. رقدت البطه الفرخه لوحدها رقدت، ما رقدتش زي ما موجود عندك في قلب الفيديو بتاعي على القناه، انك انت بتجيبي قفصين وتحرصي البيض وتقومي جايه حاطه قفص فوقيها بس مقلوب، يعني كده مش معدول كده، مقلوب كده وعليه قالب طوب. يومين 3 اول هي نفسها الروميه اول ما بتحس بالحركه في قلب البيضه من ربع المستحيل تقوميها من على البيض تاني. هو يومين 3 بالكتير، بس قوميها تاكل وقومي جايه مرجعاها البيض على البيض تاني واقفلي عليها السبت تاني. خلاص، يبقى انا جاوبت كده على السؤال الاولاني. السؤال التاني، السؤال التاني بيقولوا لي ليه غيرتي اسم القناه؟ انا ما غيرتش اسم القناه، انا ضفت يوميات بس، ضفت كلمه على اسم القناه، انا ضفت كلمه بس على اسم القناه بقت يوميات ام عبده. خلاص، انا كده الحمد لله تعالى الحمد لله القناه خلاص كده على وش تفعيل. عايزه بقى همتكم معايا في المشاهدات، وربنا معانا ومعاكم في الخير ان شاء الله. طبعا انا في مفاجاه عند تفعيل القناه هقولها لكم على الهوا، بس مش دلوقتي. هي المفاجاه حلوه والمفاجاه جميله، بس مش قالوها لكم دلوقتي خالص، هي خير بس مش قالوها لكم دلوقتي خالص. انا باذن الله تعالى لما القناه تتفعل انا وانتوا في الخير ان شاء الله. هي القناه هي المفاجاه كويسه جدا جدا جدا، هتنفع ناس كتير، هتفيد ناس كتير، بس مع تفعيل القناه باذن الله تعالى. ما تنسونيش بقى بالتعليق والاشتراك وتفعيل زر الجرس في يوميات ام عبده للطيور المنزليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.